ألف مبروك لنادي الزمالك طبعا الوصول إلى نهائي الكونفدرالية طبعا. بطولة مهمة لنادي الزمالك في وقت يعني جت في وقت يعني مهم لنادي الزمالك. طبعا نادي الزمالك كان ماشي بفترة صعبة الفترة اللي فاتت، فالبطولة دي بالنسبة له مهمة جدا يقدر يبني عليها الفترة الجاية. خلاص اتحدد مع الزمالك مين هيلاعب الزمالك في النهائي، نهضة بركان. طب يبقى كده الزمالك ونهضة بركان في النهائي الكونفدرالية ان شاء الله. اول ماتش هيبقى يوم 12/5 في المغرب. خلي بالك ماتش مش هيبقى سهل على نادي الزمالك. الزمالك عايز افكرك ان الزمالك اخذ البطولة الكونفدرالية دي 2019 من نهضة بركان، فطبعا هيبقى تاني بطولة نهائي مع نهضة بركان في نفس البطولة، يعني مش هتبقى سهلة. طبعا الزمالك واخدها قبل كده، فطبعا نهضة بركان طبعا يعني لتاني مرة مش هيبقى سهل على نادي الزمالك خالص يعني. فالزمالك لازم يركز عشان يعرف ياخد البطولة. أول ماتش يوم 12/5، والماتش التاني في القاهرة يوم 19/5. طبعا القنوات بين سبورت هي اللي هتذيع ماتش الزمالك ونهضة بركان. بالتوفيق لنادي الزمالك ياخد البطولة، وطبعا ويفرح جمهور نادي الزمالك كله. وما تنسوش يا جماعة الاشتراك في قناة الكورة مع الزنفولي، هيجيب لك كل أخبار حصرية مش هتسمعها غير في الكورة مع الزنفولي. طبعا هجيب لك طبعا ميعاد طبعا مباراة الدوري في الزمالك. هجيب لك طبعا صفقات نادي الزمالك. طبعا الزمالك طبعا عرفتوا اللي هو توقف كده رسمي النهارده. طبعا عايز يحل الموضوع ده علشان يجيب صفقات. طبعا الزمالك ناقص لعيبة كتير، وعايز يجيب لعيبة كتير الفترة الجاية. فعندي برضو كواليس مهمة في حكاية صفقات نادي الزمالك، فتابعوني يا جماعة عشان يوصل لكم كل جديد على قناة كورة مع الزنفولي. ما تنسوش اشتراك في قناة كورة مع الزنفولي. وقولوا لي برضو في الكومنت نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان طبعا هناك في المغرب الأول ايه، يعني توقع النتيجة. والكومنت بتاعك الجميل والشير واللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.